السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا إخواني أخواتي في هذا الفيديو، ومرحبا بكم معنا في قناة فريوحة. من بعد من الفيديو السابق اللي درت على المحاولة أو الطعن ديال اللاعب لامين يامال، الآن هناك بعض الصحف اللي كتكلم على واش هادشي اللي وقع للأب ديال لامين يامال عنده علاقة باختيار ابنه اللاعب لامين يامال اللاعب للمنتخب الإسباني على حساب المغرب. وهذا الشيء أنه تم في هذه القضية اعتقال لحد الآن حوالي 4 أشخاص بعد ما كانوا 3، فأتأكد بأنه تعتقل شخص آخر، يعني المجموع 4. فواحد البرنامج صحفي قال متدخلون في برنامج على القناة الأولى الإسبانية أنه من المفترض أو من الفرضيات على طعن منير نصراوي الأب ديال اللاعب لامين يامال لاعب برشلونة هو اختيار اللاعب للمنتخب الإسباني عوض المنتخب المغربي. الصحفي اللي قال هذا الكلام هذا في القناة ما قدمش معطيات، ولكن حاول يسوق باللي من المعتقلين في هذه القضية اللي وصلوا فيها 4 الأشخاص يقدر يكون من أصول مغربية أو مغربي. وكشف الإعلام الإسباني باللي تشد واحد آخر هذا الصباح هذا، يعني كانوا 3 وتشد واحد آخر في هذا الصباح هذا وصلوا 4 في هذه القضية هذه، وباللي واحد من هادو اللي طعن الأب ديال لامين يامال 3 طعنات في الابدومين ديالو. البارح باش كان كيدور مع الكرب ديالو، يعني الأب ديال اللاعب يامال كان كيدور مع الكرب ديالو في واحد النزهة في حي بكاتالونيا. هاد الحي هذا يعني كيبعد يعني الشمال ديال برشلونة بواحد كيلومترات، وبدات الهضره كتاثر على مستقبل اللعاب وهذه انه ما زارش الاب ديالو، في حين انه هو في تربص اعدادي رفقه برشلونه. السبب اللي ما خلاش انه يلتحق باش يزور الاب ديالو في المستشفى، ولكن بعض الاعضاء انهم مشاو زاروا الاب ديالو وطمئنوا عليه وقالوا لي الان بانه هو راه خرج من يعني الحالة الحرجة ديالو، ولكن الآن دابا حالة ديالو مستقرة وراه الحمد لله بخير وعلى خير. ما عرفتش الإخوان هاد القضية اللي روجوا ليها كاع ديال بأن عنده علاقة ويعني بمغاربة أو هذا، ولكن الأمر يقول بأنه يعود إلى عنصريين في واحد الحزب أنهم اللي ما كيحملوش المهاجرين المغاربة هو اللي عنده معهم حساب، وبالتالي أنه طعنوه طعنات لا إثرها تنقل للمستشفى باش يتلقى العلاج. وطعن منير النصراوي مرات عدة في موقف للسيارات في مطار بعد مشادة مع بعض الرجال أثناء نزهة مع كلبه في عملية تأرية حسب ما روج له وما زعم، وفقا لما أفاد التقرير مستندا إلى مصادر رسمية مطلعة على الحادث. أن الأب ديال اللاعب لامين يامال دخل، هو اللي ذكرنا في الفيديو السابق بأن كانوا شي وحدين رشوا عليه الماء بالقنينات ودخل معهم في مشادات كلامية، الشيء اللي جعل أن الشرطة تدخل وفكات داك الشنآن. ولم تؤكد الشرطة الإقليمية الكتالونية المسؤولية عن التحقيق في الحادث علنا، ولم ترد على المحاولات يعني مجموعة مما حصل خلال ذاك النقاش. وذكرت صحيفة لافانغارديا أنه تم اعتقال أكثر من شخص على خلفية الحادث، ووقع الهجوم في حي روكافوندا في مطار
على بعد حوالي 30 كيلومتر شمال برشلونة، حيث نشأ جمال يامال، وحيث لا يزال والده وجدته يعيشان. يعني لحد الآن التحقيقات جارية، ولكن لم يخرج هناك خبر مؤكد على حقيقة ما وقع للأبدال اللاعب لامين يامال في إسبانيا. إذن هناك عنصريين محسوبين على أحزاب معادية للمغاربة وللوحدة الترابية المغرب، على ما تم ترويجه أنهم هم من قاموا بذلك، بإرسال أشخاص لأب اللاعب لامين جمال، وليس من أشخاص مغربية انتقاما له على اختيار اللاعب لإسبانيا. فهذا الاختيار ديالو هو حر فيه، وكل واحد عنده يعني الاختيار ديالو، وعنده الهدف ديالو، وعنده الرأي ديالو والقرار ديالو. فاحنا المغرب ما كيفرضش على اللاعبين انهم يمثلوا المغرب يعني رغما عنهم، لكن انه كيدخل في محاولات ونقاشات وضمانات حتى يقتنع اللاعب للعب بالمنتخب المغربي، وإن لم يرد ذلك فهذا شأنه ويتمنى له النجاح. إذن إخواني أخواتي، كان هذا فيديونا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.